السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا حكاية بسيطة بس فيها معنى كبير. حكاية راجل فقير لكن أغنى الناس بضميره وأمانته. في زمن بقى فيه طمع أكتر من الطيبين، يوسف الفلاح البسيط علمنا يعني إيه الصدق يكون كنز. تابع معانا القصة للنهاية عشان تشوف إزاي ربنا بيرزق الناس الأمينة وإزاي الخير بيرجع لأصحابه أضعاف. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الحكاية. في قرية صغيرة وهادية كان عايش فلاح بسيط اسمه يوسف. يوسف كان راجل طيب وصادق وبيحب شغله. عايش مع مراته وولاده الثلاثة في بيت بسيط جنب حتة أرض صغيرة بيزرع فيها خضار، ياكل هو وعياله منها والباقي يبيعه في السوق. مع إن دخله كان على قده بس كان راضي ومبسوط بحاله. لكن فجأة حصل فيضان كبير في البلد، غرق الأرض وبوظ المحصول كله. يوسف لقى نفسه مش عارف يجيب أكل كفاية للعيال. وفي يوم بالليل وهو قاعد مع مراته قالت له بهدوء: يا يوسف، البيت فاضي والولاد جعانين، روح السوق يمكن ربنا يفرجها. يوسف قال: هروح بكرة الصبح وإن شاء الله ربنا يرزقنا. تاني يوم بدري لبس هدومه وخرج على السوق يدور على شغل. وهو ماشي لمحت عينه حاجة بتلمع في الأرض. انحنى وطلع كيس قماش، فتحه لقى جواه عملات ذهب كتير. ابتدى يعدهم، قلبه دق بسرعة. طلعوا 100 عملة ذهب. ولو لسه مكمل معانا الحكاية دوس لايك واشترك في قناة ورا الحكاية عشان يوصلك كل جديد. وانت بتسمع القصة دي فكر كام مرة الأمانة غيرت مصير ناس، وما تنساش تشترك في ورا الحكاية وتسيب لايك لو القصة عجبتك. قال لنفسه: ده ممكن يحل كل مشاكلي، أكل للعيال وبذور وأدوات للمزرعة. لكن ضميره قال له: ده مش ملكك، أكيد في حد ضايع منه. قرر ياخد الكيس ويروح السوق يدور على صاحبه. أول ما وصل وقف ينادي: حد ضايع منه كيس ذهب؟ الناس اتجمعت حواليه والكل اتكلم عن أمانته. قرب منه تاجر شكله مهموم وقال: أنا ضاع مني كيس فيه 100 عملة ذهب. يوسف سأله: معاك دليل إن الكيس ده بتاعك؟ التاجر قال له عدد العملات بالظبط، فطمن يوسف واداله الكيس. التاجر اتأثر وقال له: انت راجل محترم ونادر في الزمن ده. وبعدين فتح شنطته وطلع كيس أكبر فيه 200 عملة ذهب واداه ليوسف. يوسف استغرب وقال له: ده كتير قوي، مش قادر أخده. التاجر قال له: دي مكافأة، أنا كنت بختبر الناس اللي ياخد الكيس ياخد ذهب مزيف، إنما اللي يرجعه ياخد ذهب حقيقي. يوسف شكر التاجر ورجع بيته فرحان. ومراته ليلى قالت له: ربنا بيكافئ الناس الصادقين. اشترى اللي محتاجه وزرع أرضه من تاني، والمزرعة كبرت وبقت مثل في الأمانة والصدق. فاكرين يوسف؟ ما كانش أغنى واحد في البلد، بس كان أغنى الناس بضميره، لأن الأمانة عمرها ما كانت خسارة، بالعكس دايما رزقها أكبر من التوقع.